الحمد لله. احسن دلوقتي؟ الحمد لله. قول يا اسامه، انت تعرف غريب زيدان كويس مش كده؟ الله يرحمه. بس انت ما تعرفوش يا اسامه ان غريب زيدان مش بس كان ابوك الروحي، لا، ده كان ابوك الحقيقي. غريب زيدان اتجوز السيده الوالده سرا علشان يفضل محافظ على صورته قدام العالم كله باعتباره المدافع الاول والاكبر عن العلم والجهاد. لما لقى ان السيده الوالده هتعطله طلقها. بعد 4 شهور اتجوزت واحد من اتباعه المخلصين، واتجوزها بناء على توصيه مباشره من الشيخ غريب زيدان. خلفتك بعد كده بشهرين. الكلام ده مذكور في مذكرات غريب زيدان اللي انت عارف خطه كويس ومطلع على بعض مذكراته، وانت هتشوف بعينيك وتحكم. ابوك او اللي انت فاكر ان هو ابوه ده اما اتقتل في عمليه بيذكرها غريب زيدان في مذكراته على انها عمليه استشهاديه كبرى. ذكر في موضع تاني في مذكراته ان العمليه دي كانت عمليه طعن علشان يوقع اكبر عدد ممكن من رجال الشرطه. فخ يعني. اللي مش مذكور صراحه ان غريب زيدان امر بقتل ابوك. طبعا انت تذكر كويس قوي انك انت من صغرك والسيده الوالده كانت بتحثك على انك انت تقرب من غريب زيدان وتوده لغايه ما اتعلقت بيه. هنا هتلاقي كل حاجه. شهر كامل ما بين المرض والكتابه المحمومه. أسامة، شغل مخك، وما أسعفكش استفتي قلبك، وأي حاجة هتوصل لها بعد كده بشرفي، بل أقسم بالله اللي هتوصل له مش هرجعك فيه. سلام عليكم.